السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل رقبة ضاني بالبصل المكرمل في الكيس الحراري. هنا معايا ملح و7 بهارات وفلفل اسود، هبدأ اخلطهم وهبدأ ان انا اتبل بيهم الرقبة الضاني. هنا معايا نص كيلو، وهبدأ ان انا الاول اديها عصرة من الليمون وبعد كده رشة من البهارات واتبلهم من الاتجاهات كلها. بعد كده هيبقى معايا تعفيرة من الدقيق، حوالي معلقة كبيرة من الدقيق هبدأ ان انا ارشها عليهم واعفرهم، عشان بعد كده هحتاج الكرملة اللي هتديني اللي الدقيق هيدهن بنفس الخطوات دي. هنا ببدأ ان انا اتبل في الاتجاه التاني من كل الاتجاهات. اهم حاجة ان التتبيلة تلزق على اللحمة، طبعا هي العظم فيها اكتر من اللحمة بالشكل ده. هنا هبدأ بعد كده اديها تعفيرة الدقيق من كل الاتجاهات. تعفيرة الدقيق دي مهمة عشان تديني كرملة مع البصل. هنا معايا حلة بدأت ضفت لها معلقة كبيرة من السمنة، والحلة طبعا سخنة. بعد كده ببدأ ان انا اضيف اللحمة واشوحها تشويحة كويسة. بعد ما تتشوح ببدأ اضيف لها معلقة او نص معلقة صغيرة من الثوم المفروم الناعم. هنا اهم حاجة ان انا بشوح في كل الاتجاهات. هنا هبدأ اضيف الثوم واقلب. بعد كده معايا البصل، معايا حوالي 700 جرام من البصل الابيض بعد التنظيف، يعني بعد ما نضفته وزنته لقيته 700 جرام. ومعايا هنا حوالي معلقتين من اللي هي الضاني، وطبعا بقية التوابل اللي كانت معايا. بعد شوية من التقليب ببدأ ان انا اضيف قرفة بودر. اهم حاجة التقليب. وبعد كده بضيف لها مج من المية السخنة واسيبها لغاية ما تاخد غلوة كده، وبعد كده اضيفها في الكيس الحراري. اهم حاجة الكيس الحراري ان انا بعمل فيه فتحتين وبقفل واحطها على الرف الاوسط في الفرن واسيبها لغاية الكيس ما بيتنفخ. بعد كده بهدي النار واسيبها لغاية ما تستوي. هنا كان في الصوص ده كان ناشف شوية فضفت له شوية مية عشان الاكل، وهنا قدمته مع الرز ده.